السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين ديالي الأوفياء. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم واحد الفقيقصات اللي كنت مالحين، اللي كنت درت لهم فيديو شورت. اليوم إن شاء الله غنعطيكم جوج ديال العجينات مختلفين. العجينة الأولى يعني مختلفة على العجينة الثانية وبأشكال مختلفة. تبعوا معايا الفيديو حتى الأخير. بالنسبة للعجين الأول كنحتاجو شوية الهريسة، جوج الفرماجات، شوية الملح، معلقة كبيرة سنيدة، معلقة ديال الخردل أو لا موطارد، الزبدة واحد 250 غرام ديال الزبدة، وجوج بيضات، ومن طبيعة الحال كاس ديال الزيت. غادي نخلطو هاد المقادير هادي كلها. غادي نخلي لكم المقادير بالتدقيق يعني في صندوق الوصف، وغادي نخلطو هاد المقادير وغادي ندوزو باش نديرو المملحات ديالنا. عاشور جانا يا النوارة، البنات يلعبوا ويديروا دارة. عاشور جانا يا النوارة، البنات يلعبوا ويديروا دارة. عاشور جانا يا النوارة، البنات يلعبوا ويديروا دارة. عاشور جانا يا النوارة. البنات يلعبوا ويديروا دارة. غادي نحاولوا نخلطوا الزبده مزيان مع المقادير. نتوما حاولوا تخرجوا الزبده بحراره المطبخ. بصراحه انا ما خرجتهاش شويه مزيان، يعني شويه عذبتني. حاولوا تخرجوها قبل ما تبداو تخدموا بها باش دغيا تنسجم لكم مع باقي المقادير. خلطوها مزيان، يعني ديك الزبده غتبقاو كتخلطوها حتى كتولي على شكل بوماد وتنسجم لينا مع المقادير اللي عندنا كلها. كيف تشوفوا ملي كتولي الزبده على هذا الشكل يعني كتبقاو معها. راه دابا مع الحراره يعني الحال سخون دغيا كتذوب. يعني انا بحقا ما جبتهاش بكري ولكن شويه عذباتني، ولكن المهم دغيا دابت مع الحراره. دونك غادي نبدا نزيد هنايا الطحين، غادي نغربل شويه بشويه. تقريبا غادي تدخل ليا واحد ما بين كيلو الا ربع حتى الكيلو ديال الدقيق، يعني ما بين واحد 870 غرام 900 غرام. مهم الدقيق كيكون على حساب الزبده وعلى حساب البيض وعلى حساب يعني المقادير، يعني المهم ما كتديباسيش واحد الكيلو. كنجمعوا هنايا العجين، حيت هاد العجينه كتكون هاد ديال المملحات كتكون بحال شكل ديال الصابلي، يعني ما كندلكوهاش، غير كنحاولوا ندخلوا فيها الدقيق يعني بالاصابع ديالنا. كنحاولوا هكا نجمعوها مزيان. غنزيد هنايا الدقيق يعني اللي مازال عندي، الكميه اللي مازال عندي. ومن بعد غادي نزيد الخميره ديال الحلويات، يعني الخميره الكيميائيه حتى هي كتغربل. وكنضيفوها هنايا، يعني انا درت هنايا واحد يعني جوج ديال الخمارات ونص، يعني حتى 3 ديال الخمارات ديال الخميره الكيميائيه. ملي كتجمعوا العجين كنحصلوا على هذا القوام هذا. هذيك غنخليها على جنب، وغادي نسرح هذه نديروا لها فيلم اليمونطير ولا خليوها هكا على جنب. غنحاول نسرح هذه فوق لو بلان دو طرافاي ونبدا نسرحها. استعنوا بالدقيق من طبيعه الحال. داكشي علاش الدقيق يعني ما ديروش واحد الكميه كثيره باش كتبقى العجينه، لان ضروري الصابلي كيتسلق بالدقيق باش كتبقى ديك شويه ديال الدقيق انكم كتضيفوه ما كيقصحش العجين. هنا غناخذ واحد البيضه اللي طربتها مع شويه ديال الخل. من طبيعه الحال هذاك شويه ديال الخل غير نقيطه الخل باش كتحيد ديك الزفوره ديال البيض. عندها ديك لاباط ديالي مزيان. ومن بعد غادي ندير ليها واحد المزيج من الخشخاش، البافو يعني الزريعه، زريعه الكتان. المهم واحد المزيج ديال الخليط اللي عندي انا ديال هاد الحبيبات هادو اللي ديال التزيين. كيجيبوا واحد المذاق لذيذ. نتوما يمكن لكم ديروا اي حاجه، يمكن لكم ديروا غير تكتفيو غير بنوع واحد، يمكن لكم ديروا الجنجل الابيض، يمكن لكم ديروا اي حاجه. مهم كيبقى اختياري بالنسبه للفوق. مهم انا هذا المزيج كيجي لذيذ. وبالنسبه للمرشم او الطابع يمكن لكم تختاروا اي طابع او مرشم نتوما كتفضلوه، يعني يا اما صغيورين جدا او ديروهم مويان، او مهم انا كل واحد كيبقى بالنسبه للطابع وبالنسبه لهاد المسائل اللي كدير من الفوق العجين كتبقى اختياريه. نتوما لكم الاختيار، ديروا اللي يعجبكم.
غير واحد الملاحظه هي ملي تكونوا كتقطعوا حاولوا انكم تنزلوا المرشن، يعني اللي غادي تقطعوا به بواحد الطريقه انكم ما العجينه اللي غادي تشد لكم غير بعض العجين، يعني ما تشد لكم عجينه كبيره. يعني نتوما ملي كتكونوا كتنزلوا داك الطابع نزلوا، شوفوا بحال هاد الطريقه هذه، يعني نزلوا مثلا كديروا هذاك لو تريونغل، انا درتو تريونغل كنحاول كنحط يعني داك علاش كداك المثلث باش ما يشدش ليا العجين بزاف. واخا ديك العجين انا غادي نعاود نخدم بها وغادي نعاود نديرها، ولكن كنحاول انني ندير العجين في المره الاولى حسن ما نبقى نعاود في العجين، واخا هي كتجمع وكتعاود، ولكن ما كنحاولش انني نضيعها. كيف ما كتشوف 3 البيضات، 4 الزبده، 3 الفرماجات مالحين، ومعلقه كبيره د الملح، معلقه كاس عفوا ديال الشاي ديال الزيت الروميه، وكاس ديال الماء، 3 الخمارات حمرين هكا من النوع ديال فئه 8 غرام، 3 الخمارات. ومن بعد ان شاء الله غادي نعطيكم كميه ديال الدقيق، 3 الخمارات وكميه الدقيق. صافي غنحاولوا اننا نخلطوا هادشي مزيان. صراحه انا الزبده كان خاصني نجبدها شويه بكري من الثلموج منيت، ما جبدتهاش، تكون بحراره المطبخ. نحاول نعرك هادشي مزيان، الزبده والبيض والفرماج وهذا الشيء، ونرجع معكم من بعد ما عرفت مزيان. نتوما في الحقيقه خرجوها شويه بكري، خليوها بحراره المطبخ، انا راه ما خرجتهاش بكري، بقات شويه قاصحه. المعديش دابا مع الحال سخون راه غير كتذوب. صافي تخلطوها مزيان هكا مع البيض. غنزيد داك كاس ديال الزيت ونخلط كلشي. حاولوا انكم تدخلوها مزيان الزبده والبيض وفي الزيت هكا بهاد الطريقه. اخر مرحله اللي غنضيف هي الدقيق والخميره كيميائيه، هذه هي اخر مرحله اللي غنضيفها. من بعد من طبيعه الحال ما غنضيف داك الكاس الماء اللي عطيتكم بعبار ديال كاس الزيت، يعني نفس كاس الماء ونفس كاس الزيت اللي غتعبروا به كاس ديال الشاي، اللي غتعبروا به الزيت ولا غتعبروا به الماء. الماء بطبيعه الحال عادي من الصنبور، ماشي سخون ولا دافي ولا شي حاجه، ماء عادي جدا. من بعد ما كملت العجينه الاولى ودرتها في الفرن، دابا هذه العجينه، هذه مقادير العجينه الثانيه. لا لاحظتوا هذه راه مختلفه على الاولى، ما فيها لا موطا لا هريسه، يعني هذه مختلفه على العجينه الاولى لان هذه غنديرها بالفرماج الاحمر والفرن. تذوب هذيك الزبده كيف تشوفوا. دابا غنزيد داك الكاس الماء. بالنسبه لهاد الحلوه هذه ندير الحلوه يعني اللي كنا كنديروا في المنزل ديالنا حنايا قديمه، يعني هاد المقادير انا بالنسبه للفقاس اللي عطيتكم ولا هادو يعني حلويات اللي كنا كنديروا حقيقه. حلويات ديال الشحال هذه كلهم كانوا ولاد هما اللي كنديروا هاد المالح هذا، تيبغيوه الوليدات تيبغيوه الكبار والصغار، تيجي لذيذ وناجح. يعني هذه هي زعما المقادير المعتمده عندنا من زمان، هما اللي كنديروا في هاد الحلوه هذه. بالنسبه للدقيق تقريبا شي غندخل معكم شي كيلو ديال الطحين، المهم على حساب البيض وعلى حساب هذا غادي نخلط وغادي نقول لكم تقريبا كتدخل شي كيلو، يعني شي كيلو ديال الدقيق تقريبا. كنبقاو نزيدو بشويه بشويه. نتوما عارفين الصابلي، يعني راه هذا بحال الصابلي، هذا راه مالح صابلي مالح، يعني غير كيتجمع ما تيتخدمش، غير كنجمعو هكا الدقيق باليد، كنحاولوش اننا ندلكو العجين. ندخلو الدقيق ديالنا الخليط بحال هكا. نعاد نكملها ثاني.
شوفوا بعد ما جمعت العجين كتكون على هذا القوام هذا. ها شوفوا القوام ديالها، يعني ما كديروش ليها تقريبا. انا بحق ما عبرتش الدقيق كندير عيني ميزانيه، كتكون هزت شي تقريبا شي كيلو ولا هذا كيلو، ما كتفوتش كيلو. المهم هذه غادي نخلي هذه غادي نجمعها ياك، غنديرها في فيلم اليمونطير هاد العجين، وغنخليها نقسم عليها جوج. علاش غندير انا هاد المرحله؟ غير باش تزيدي بوحدي باش ما تغلبنيش هذا وتخمر ليا الحال سخون. غنقسم هذيك الخميره هذه غندير فيها خماره ونص، وديك النص الخماره ونص الاخر تنسالي ديال هاد العجين هذه. نكمل الخدمه ديال هذه، عاد ندوز للاخرى حتى هي نزيد فيها هذه الخميره غير باش ما تغلبنيش وصافي. نتوما الا كان عندكم شي واحد كيعاونكم وهذا تقدروا ديروا كلشي يعني خميره في مره صافي. سمحوا لي انا ما غربلتهاش، معليش نتوما غربلوها صافي. غنجمع هذه الخميره، لان فاش كتكوني تصوري ديري شي فيديو خدامه كتلفي شويه الحقيقه. دونك انا ما غربلتهاش، نتوما غربلوها. دونك هذه هي اللي غادي ندخل فيها هاد الخميره كلها، هي اللي غنخدم بها دابا. وهذه غندير لها فيلم اليمونطير ونخليها حتى نسالي هذه، عاد نزيد لها حتى هي الخميره ونخدم بها. نعم ناخذ العجين ديالنا ندير بشويه بشويه، ناخذ واحد الرشه ديال الدقيق كيفكم ديروها وسط من فيلم اليمونطير تماما بحال العجينه ديال الصاكلي هذه. هذا نسرح فيها هكا ما ترققوهاش، ما تقليوهاش. نتوما ضروري تنديرو فيها الدقيق صافي. كتشوفوا السمك ديالها كيكون بهاد الطريقه هذه صافي. من بعد غادي ناخذوا هذه غادي نديروا درنا شويه ديال البيض. غناخذوا اصفار البيض اللي غادي نضربوه مع شويه ديال الخل، وغادي ندهنوا به العجين كله كيف ما كتشوفوا بحال اللي درنا في العجينه الاولى. من بعد ما كندهن العجين كلها بداك الاصفار البيض بشويه الخل، كندير عليها الفرماج محكوك هكا، فرماج احمر محكوك. ومن بعد غادي نبدا ندير يديا في سواء غندير يديا في الطحين ونبرك على العجين، اولا غادي ندير بالدلاك باش يلصق ليا داك الفرماج على العجين.
صافي دهنت لاطا بالزيت، اولا يمكن لكم ديروا ليها بابي سوفيريزي، بابي كويسون اللي بغيتو. وهنايا كتختاروا المرشم اللي بغيتو تخدموا به، يعني الاشكال اللي عجبتكم خدموا بها. انا خدمت بهذا الشكل هذا، نتوما خدموا باي شكل. كيف ما قلت لكم دائما ملي تنكونوا نطبعوا دائما نحاولوا اننا ما نخليوش العجين بزاف. كيف ما كتشوفوا ملي كنطبعوا كنحاولوا نطبعوا بواحد الطريقه اللي ما تضيعش لينا العجين، باش ملي نعاودوا كنعاودوا غير شويه ديال العجين. كيف ما كتشوفوا كنتمنى انه يكون واضح في لا فيديو. كنطبع بواحد الطريقه اني يشيطوا ليا غير بعض جوانب ديال العجين اللي غنجمعها ونعاود به، لان من الاحسن اننا نخدموا بالعجينه واخا كتعاودوها كتخدموا بها، من الاحسن انكم تخدموا بها في الاول. هادو هما الاشكال ديالنا كيف تشوفوا. بالنسبه للفرن كيكون مسخن على 150 درجه، خليوهم يطيبوا على خاطرهم على المهل. انا كنشعل ديال الضو من الفوق لتحت، ولكن كنديرو في واحد يعني في الوسط ديال الفرن حتى كيطيب ليا مزيان. عاد كنطلعو شويه يتحمروا. اصلا هو الصابلي راه كيطيب من الفوق ومن التحت، كيجيو رائعين. هاد المملحات او فقيقسات او سميوهم اللي عجبكم، كيجيو لذاذ. جربوهم وردوا عليا في التعاليق، راه كيجيو لذاذ جدا، يعني المذاق كيجي هائل جدا بحال الشكل.